قصتك وقصة الموظف ده شغال في شركة وبيئة العمل فيها كانت حلوة جدا، وفجأة بيجي مدير تاني يغير كل حاجة. تفتكر ايه المشترك بينهم وبين قصة سيدنا يوسف؟ بتبدأ القصة بإن موظف راح شركة. الموظف ده لما راح الشركة دي كان في بيئة عمل رهيبة، بيئة عمل تحفة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. الناس هناك متعاونة جدا، عايزين يصلحوا الشركة ويخلوها أحسن شركة في الدنيا. بيحصل تغير مفاجئ والمدير بيتغير. لما المدير بيتغير بيجي مدير جديد. المدير الجديد ده عنده مشكلة، ما بياخدش رأي حد غير رأيه. تبدأ الناس كلها في الشركة تعترض. ازاي؟ عايزين نحسن الشركة واحنا مش عارفين. مفيش حد بيعتد برأيه غير مين؟ غير المدير. يبدأ الموظف اللي جاي جديد في الشركة يفكر ويقول طب انا هعمل ايه؟ انا بحب دايما ان انا اضيف حاجة جديدة للشركة او المكان اللي انا موجود فيه. ولكن مع المدير الجديد المهمة بقت صعبة جدا. كل شوية يحاول يدي رأي، الموضوع بيبقى صعب ان المدير ان هو يتقبل. فضل فترة المدير ده موجود، وبعد فترة الموظفين كلهم في الشركة بقى عندهم مشكلة، والشركة بقت مستواها مش زي الأول. ولكن الموظف اللي جاي جديد ده كان عنده وجهة نظر مختلفة تماما. ما قالش أنا عندي إيه، قال أنا هقدر أعمل إيه. بمعنى إيه؟ بص كده وشاف المدير ده طريقة تفكيره إزاي، وبص على طريقة تفكيره هو. قال إيه الحاجات المشتركة اللي بين الاتنين اللي ممكن يلتقوا فيها، وابتدى يفكر. المدير ده طريقة تفكيره في الحتة دي بتكون بالشكل ده، فأنا وأنا بقول له رأيي هقول له رأيي من وجهة النظر بتاعة المدير شخصيا. وأول مرة المدير وهو بيقول آراءه، الراجل ده رفع إيده فقال رأيه بس من وجهة نظر المدير. ولأول مرة ووسط استغراب رهيب من الناس اللي موجودة في الشركة، المدير يكمل إن هو يسمعه. قال له بعديها إن هو محتاجه عشان يقعد معاه. وبعد فترة الشخص الموظف الجديد ده بقى هو الدراع اليمين للمدير اللي موجود في الشركة اللي هو جاي وغير كل حاجة. ابتدت الناس تستغرب هو ازاي قدر ان هو يعمل كده وازاي قدر ان هو يوصل لكده. ولكن كان الحل في حاجة واحدة. اما قصة سيدنا يوسف بتبدأ لما كان عايش في بيت سيدنا يعقوب. كان هو الابن المفضل ليه، واخواته كانوا بيحقدوا عليه. وبعد فترة ما عجبهمش الوضع، ما عجبهمش الحال خالص. قالوا ان هو هياخدوه، وقالوا لسيدنا يعقوب ان هم هياخدوه يلعبوا معاه. وجابوا القميص بتاعه وجابوا عليه دم عشان لما يرجعوا لسيدنا يعقوب يقولوا له ان هو الديب كلو، ورموه في البير. وسيدنا يوسف لم يكن له اي ذنب في القصة، اترمى في البير. وبعد ما كان معزز مكرم في بيت سيدنا يعقوب اترمى في البير. ولما اترمى في البير جت قافلة معدية من مصر تجيب مية من البير ده، مسك في الحاجة اللي بتطلع المية دي وطلع معاه. قالوا ناخده ونبيعه عبد، لقيناه في البير نبيعه بتمن بخس. راح وبعدين اتباع هناك لحد كبير في مصر، اتباع لبيت العزيز. لما سيدنا يوسف اتباع هناك كان من أحسن الناس، مش بس خلقا، من أحسن الناس شكلا. دعته امرأة العزيز وحاولت تغويه. قال لها لأ، أنا ما ينفعش أعمل كده، ما ينفعش أخون الأمانة، وما ينفعش في نفس الوقت إن أنا أعمل فعل زي ده. امرأة العزيز اتضايقت وجاي يلف عشان يمشي، شدته من القميص بتاعه، قميص اتقطع. عشان الدنيا ما تكبرش وعشان برضو ما تحاولش امرأة العزيز تغوي مرة تانية، قرر عزيز مصر إن هو يحبس سيدنا يوسف. لما سيدنا يوسف اتحبس كان هو معروف بتفسير الأحلام والرؤى. قال له الأولاني إن هو بيعصر خمر، فقال له إن هو هيطلع من السجن وهيرجع يشتغل تاني. أما التاني فسر له حلمه بإن هو هيتصلب. جه بعد فترة قال للراجل اللي هو هيخرج، قال له إن هو يذكره عند عزيز مصر ويذكر إن هو سيدنا يوسف بريء.
ولكن الراجل ده لما خرج لم يذكره عند عزيز مصر، ففضل سيدنا يوسف في السجن. بعد فترة العزيز حلم بحلم كان عايز تفسير ليه. قالوا له ان في حد في السجن قادر ان هو يفسر الحلم ده، فطلع سيدنا يوسف وفسر الحلم ده لعزيز مصر، وعدت فعلا زي ما هو قال 7 سنين كويسين و7 سنين عجاف. عشان تعدي في ال7 سنين العجاف قافلة جاية، والقافلة دي ما يتوهش عنهم سيدنا يوسف، وفي الآخر خالص يبقوا إخواته ويشوفهم ويلتقي بيهم. بعد ما شافهم والتقى بيهم كان اللي غير قصة سيدنا يوسف هي نفس الحاجة اللي غيرت قصة الموظف الجديد اللي جاي الشركة، اللي فجأة جاء مدير جديد عشان يغير. العامل المشترك بين القصتين واللي هيبقى مشترك بين قصتك برضو في نفس الوقت هو دايرتين. ايه الدايرتين دول؟ الدايرة الأولى هي Circle of Influence، وهي الحاجة اللي انت ممكن تقدر تغيرها. ايه الحاجات اللي انت ممكن تبقاها أو تعملها؟ أما الدايرة التانية فهي Circle of Concern. Circle of Concern هي الحاجات اللي حصلت لك. بيقولوا عليها في فرق بين ان احنا يكون عندنا البي والهاف. ايه اللي انا ممكن اكونه وايه اللي حاصل لي او ايه المشاكل اللي عندي، وده الفرق باختصار بين السيركل اوف انفلونس والسيركل اوف كونسيرن. في القصه الاولانيه الموظف لما جه وفجاه الدنيا اتغيرت، ما عادش يقول انا عندي مدير ما بياخدش غير برايه، انا عندي مدير صعب جدا في التعامل معاه. لا بالعكس، هو شاف ايه الحاجه اللي عنده اللي ممكن تضيف له وتزود له عند المدير الجديد اللي جه، وبعد فتره قدر ان هو يبقى اقرب حد للمدير اللي موجود. اما في قصه سيدنا يوسف فكان حصل نفس الفكره، هو ركز على السيركل اوف انفلونس، هو ايه اللي هو ممكن يعمل، لكن هو كان بالعكس كان ممكن يندب حظه ويركز على السيركل اوف كونسيرن. انا كنت فين وبقيت فين، انا كان ممكن ابقى ايه وبقيت ايه، انا اتبعت عبد ودخلت السجن وانا ما عملتش حاجه. هو ما ركزش على الظلم، بل هو بالعكس استغل كل فرصه موجوده وكل حاجه عنده عشان يقدر ان هو يوصل ويخرج من السجن. فاستغل ان هو بيفسر الاحلام، وفسر احلام الاتنين اللي كانوا معاه في السجن لحد ما وصل ان هو يفسر حلم عزيز مصر. وبعد كده بقى تاني اهم حد في مصر بعد العزيز. سيدنا يوسف كان ممكن يقف ويقول انا من اكتر الناس اللي اتظلمت، انا اتظلمت ودخلت السجن عشان حاجه ما عملتهاش، واترميت في البير عشان ذنب مش ذنبي. ولكن بالعكس سيدنا يوسف فكر تفكير مختلف تماما. وهو ده الموضوع النهارده. موضوع بكل بساطه، انت النهارده ممكن تركز على حاجه من الاتنين. تركز على انت عندك ايه والموهبه اللي عندك، وتركز على الحاجات اللي ربنا اداها لك عشان تقدر توصل للحاجه اللي انت عايز توصل لها. او الحاجه التانيه انت تركز في الظروف اللي حواليك والظروف المحيطه بيك. كم واحد فينا لما بيروح بيئه عمل جديده ما بيقدرش ينتج عشان الناس اللي حواليه ما بيحبوهوش او هو ما بيحبهمش او هو بيعاملوه بطريقه وحشه. قليلين قوي ودول الناجحين اللي ما بيركزوش مع الناس، اللي ما بيركزوش على تأثير الناس او المكان عليهم، ولكن بالعكس هم بيقدروا ان هم يركزوا اكتر على تأثيرهم هم على الناس اللي حواليهم. وده اللي بيفرق بين اي اتنين في الدنيا. الشخص الناجح والشخص الفاشل هو اللي هيفرق بينهم هو حاجه، وده حاجه مهمه جدا لازم ناخدها في عين الاعتبار. ان هو ممكن يكون شخص ناجح جدا، ولكن الشخص الناجح ده بسبب الظروف اللي حواليه اتحول لشخص لا ينتج. اما الشخص اللي ممكن يكون مش احسن حد في الدنيا، لو ركز على نفسه واللي عنده ويقدر يحسنه ازاي، ممكن يكون من اكتر الناس الناجحه مهما كان في بيئه عمل صعبه او البيئه اللي حواليه كانت صعبه. وبنشوف نماذج كتير قوي طلعت من اكتر بيئه ممكن تتخيلها ان هي تكون صعبه ووصلت لان هي تكون من انجح الناس اللي موجوده. وفي قصه انا بحبها قوي وهي قصه محمد هنيدي. قصه محمد هنيدي ما بتبتديش ان هو من عيله فنيه فبيقدر يوصل، فبينشأ في امبابه
وبيبتدي يركز مع كل حد، ويبتدي يركز مع طريقة كلام بياع الفاكهة اللي موجود والناس في الشارع. فلما يوصل للحلم اللي عنده كان قادر ان هو يمثل اكتر من شخصية وكلهم نجح فيهم، وكان قريب جدا من الناس. هو ركز على اللي عنده ويستغله ازاي، مركزش على الحاجات اللي مش عنده وليه هو ما اتولدش في أسرة فنية كانت تساعده في ان هو يوصل للحلم او الهدف اللي عنده. من النهاردة حاول على قد ما تقدر تركز على دايرة تأثيرك مش الدايرة المحيطة بيك وهي بتأثر عليك ازاي. ودي كانت دردشة ولكن ولسه باقي كلام.